السلام عليكم الاخوه، مرحبا بكم كاملين معنا في هذا الفيديو. الفيديو ديال اليوم راه غادي نتحدثوا فيه على التصنيف اللي طاح فيه المنتخب الوطني المغربي في القرعه اللي غادي تقام ديال كاس العالم 2026. القرعه اللي غادي تقام يوم 5 ديسمبر. الاخوان فما تنساش في الاول واحد لايك سبسكرايب ويلا نبداو اولا الاخوان مع التصنيف اللي طاح فيه المنتخب الوطني المغربي، والقبعه اللي هي الثانيه الاخوه افريقي واحد اللي هو منتخب السنغال، ومنتخبات أخرى كمنتخب الأوروغواي، منتخب سويسرا إلى آخره، كولومبيا. أما المستوى الأول فهو اللي طاحوا فيه من المنتخبات من التصنيف الأول التصنيف العاشر، ضافوا إليهم ثلاثة ديال المنتخبات اللي هما البلدان المستضيفة أمريكا، المكسيك وكندا. فواش كتشوفوا الإخوة بالنسبة للمستويات الأخرى؟ أنا غادي نخليه لكم في الشاشة الإخوة، المستوى الثالث المستوى الرابع إلى آخره. فشنو كتشوفوا الإخوة الحظوظ ديال المنتخب الوطني المغربي في هذه القرعة هذه؟ شنو هي المجموعة اللي يقدر يطيح فيها؟ متنساوش تخليو لنا التوقعات ديالكم. فانا كنشوف الاخوان ان المجموعه اللي يطيح فيها المنتخب الوطني المغربي هي يكون مع المنتخب الانجليزي، وكذلك منتخب قطر ومنتخب نيوزيلندا. فما تنساوش خليو لنا التوقعات ديالكم بخصوص المجموعه اللي يقدر يطيح فيها المنتخب الوطني المغربي، ويلا نشوف.